طب بعد ما اخلص شوبينج في حاجات مهمه بالنسبه لي جدا، زي ان انا هدفع ازاي، سياسه الاستبدال والاسترجاع، لازم امن نفسي برضه. طيب قولي لي عايز تعرفي ايه بالظبط وانا هقول لك. طب لو حاجه مش مكتوب عليها السعر، هتسالي تقولي excuse me how much is this. how much is this. لو عايزه اسال السعر كام بعد الخصم، ممكن تقولي how much is it after discount. how much is it after discount. طب بعد الخصم هتبقى بكام؟ عندهم فيزا ولا لازم ادفع كاش؟ do you prefer cash or card. do you prefer cash or card. طب لو الفيزا ما اشتغلتش، لو ما نفعتش خالص هتقولي can you try again please. can you try again please. طيب باظت. do you have an ATM nearby. do you have an ATM nearby معناها مفيش ATM جنبك هنا. بعد ما روحت وقست، وقفت قدام المرايه كده لقيت الحاجه مش عاجباني وعايزه ارجعها، اعمل ايه؟ what's your return policy. what's your return policy. بس انا مش عايزه ارجعها قوي، يعني انا ممكن ابدلها بحاجه تانية يعني. can I exchange it for something else. can I exchange it for something else. طب لو حبيت اجيب لحد حاجه وعايزه اسال اذا كانوا بيغلفوا هدايا ولا لا، هتقولي do you offer gift wrapping. do you offer gift wrapping يعني انتوا بتغلفوا الحاجه لفه هدايا ولا لا. ولو عايزه الفاتوره تجيلك من غير سعر، ودي حاجه مهمه خدي بالك، ها. can I get a gift receipt please. can I get a gift receipt please. واتمنى الهديه دي تبقى لي انا في الاخر. ولو قابلك اي مشكله وحبيتي انك تتكلمي مع المدير، can I speak to the manager please. can I speak to the manager please. انتي انقذتيني. اي خدمه. ولو في اي جمل تانية تحتاجيها، خدي كتابي معاكي في الشنطه، وكمان في QR كود تسمعي الجمل قبل ما تنطقيها علشان ما تعكيش الدنيا. وانت طبعا عايزين واتشر عزاتي واتشرايا، لو انت كمان محتاج اسئله للشوبينج اسالني في الكومنتس عادي. ولو عايز الكتاب ده ممكن تطلبه من السايت او تكتب لي كومنت وهبعت لك التفاصيل على طول. وما تنساش خليك جامد في الانجليزي.